هل يمكن أن يغير رجل واحد هوية ناد لأكثر من 100 عام؟ قد يصنع لاعب بطولة وقد يسجل آخر مئات الأهداف، لكن نادراً ما يظهر شخص يترك خلفه مبادئ تعيش أطول من كل البطولات. ذلك الرجل كان محمود مختار رفاعي، الذي عرفه الجميع باسم مختار التتش. ولد في حي السيدة زينب بالقاهرة في 29 من سبتمبر عام 1905. في مصر كانت تبحث عن هويتها، وشعب كان يحلم بالحرية والاستقلال. وفي تلك السنوات لم تكن كرة القدم مجرد لعبة، بل أصبحت مساحة يجتمع فيها الشباب المصري بعيداً عن نفوذ أندية الجاليات الأجنبية، وأحد الميادين التي تجلت فيها الروح الوطنية. وفي عام 1922 وكان في 17 من عمره انضم مختار التتش إلى الفريق الأول للنادي الأهلي. يروي التاريخ أن أول مباراة رسمية له كانت أمام فريق الطيران البريطاني، وهناك سجل هدف الفوز، ليبدأ فصل جديد في تاريخ لاعب سيصبح لاحقاً أحد أهم رموز الكرة المصرية. كبرت موهبته سريعاً، لكن ما لفت الأنظار لم يكن مهارته فقط، كانت شخصيته. كان هادئاً منضبطاً ويقود زملائه بالفعل قبل الكلام. وخلال سنوات قليلة أصبح قائداً للأهلي في زمن كانت فيه البطولات تلعب على ملاعب ترابية، والجماهير تقطع مسافات طويلة سيراً على الأقدام لتشجيع فريقها. في تلك الحقبة لم يكن القميص الأحمر مجرد زي رياضي بالنسبة لكثير من جماهير الأهلي، بل أصبح رمزاً للانتماء والكرامة الوطنية. بينما كانت مباريات الفرق المصرية أمام الفرق الأجنبية تحمل أبعاداً تتجاوز حدود الرياضة. وقاد مختار التتش الأهلي لتحقيق العديد من الألقاب، من بينها كأس مصر والكأس السلطانية ودوري منطقة القاهرة، ليصبح أحد أكثر لاعبي جيله تتويجاً بالألقاب. لكن طموحه لم يتوقف عند حدود النادي. ارتدى قميص منتخب مصر وشارك في أولمبياد باريس عام 1924، ثم أمستردام عام 1928، ثم برلين عام 1936. وفي أمستردام كتب المنتخب المصري واحدة من أعظم صفحات الكرة العربية والإفريقية. حقق فوزاً كبيراً على تركيا بنتيجة 7 أهداف مقابل هدف، ثم تغلب على البرتغال بهدفين مقابل هدف، ليبلغ الدور نصف النهائي ويحقق المركز الرابع، الذي لا يزال أفضل إنجاز أولمبي في تاريخ الكرة المصرية. وفي تلك البطولة سجل مختار التتش 4 أهداف، ولفت أنظار الصحافة والجماهير الأوروبية بأدائه الاستثنائي. وبعد سنوات قليلة كان من أبرز عناصر المنتخب المصري الذي تأهل إلى كأس العالم 1934 في إيطاليا، لتصبح مصر أول منتخب عربي وإفريقي يشارك في نهائيات كأس العالم. لكن لو توقف تاريخ مختار التتش عند البطولات لما ظل اسمه حاضراً حتى اليوم. ما جعله خالداً هو ما فعله خارج المستطيل الأخضر. كان يؤمن بأن الانضباط هو أساس النجاح، وأن اللاعب مهما بلغت موهبته لا يمكن أن يكون أكبر من النادي. بعد اعتزاله تولى مسؤولية إدارة الكرة داخل الأهلي، وأصبح معروفاً بحزمه الشديد. التأخير عن التدريب لم يكن مقبولاً، والتعالي على الزملاء أو الجماهير لم يكن يغتفر، وكان يرى أن احترام الشعار يبدأ من احترام النظام. وتتناقل المصادر أيضاً روايات عن موقفه خلال رحلة الأهلي إلى فلسطين عام 1943، حين ارتبط اسم النادي بدعم الأشقاء الفلسطينيين، وهي قصة تختلف بعض تفاصيلها بين المؤرخين، لكن الجميع يتفق على أن مختار التتش عرف بمواقفه الوطنية واعتزازه بكرامة ناديه وبلده. ولم تكن مبادئه حبيسة جيله، فقد نشأ تحت تأثيره لاعب شاب سيصبح لاحقاً أحد أعظم رؤساء الأهلي، صالح سليم. وكان صالح سليم يؤكد في أكثر من مناسبة أن مختار التتش كان مدرسة في الانضباط والقيادة، وأن كثيراً من القيم التي أصبحت جزءاً من ثقافة الأهلي انتقلت عبر هذا الجيل المؤسس. وفي عام 1940 اتخذ مختار التتش قراراً لم يكن سهلاً. قرر الاعتزال وهو لا يزال قادراً على العطاء،
لم ينتظر أن تفرض عليه كرة القدم الرحيل، اختار أن يغادر في الوقت الذي يليق بتاريخه وأن يفسح الطريق لمن بعده، لكنه لم يبتعد عن الأهلي. انتقل من أرض الملعب إلى خدمة النادي إدارياً، مؤمناً بأن خدمة الكيان لا تتوقف عند صافرة النهاية. وفي 21 من فبراير عام 1965 رحل مختار التتش عن الدنيا، لكن الأهلي رفض أن يرحل اسمه معه، فقرر أن يحمل ملعبه التاريخي في الجزيرة اسم الرجل الذي لم يكن مجرد قائد للفريق، بل أحد الذين ساهموا في تشكيل شخصية النادي نفسه. حتى اليوم كل لاعب يدخل ملعب مختار التتش وكل ناشئ يرتدي قميص الأهلي يمر ولو دون أن يشعر فوق إرث رجل آمن بأن البطولة قد تنسى. أما المبادئ فهي الانتصار الذي لا يسقط بمرور الزمن.